حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمرين معاكم في 7 على 7، حيث أطلق مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مبادرة خيرية تحت عنوان لا تشيلون هم، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو محمد النقبي، عضو في مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وهيام الحساني، عضو في مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. ويا مرحبا وسهلا فيك يا محمد، حياك الله. الله يحييك. هيام صديقتي العزيزة، كيف حالك؟ بخير الحمد دبي لله. فايف. يا سلام عليك، يا سلام، شو اخبارك؟ بخير طيبة؟ الحمد ما لله. شاء الله عليك هيام، مجتهدة ونشيطة وشادة حيلك في الأعمال الخيرية والإبداعية. طيب كلميني عن هالمبادرة يا هيام، وخبريني مشاركتك في مبادرة لا تشيلون هم، شو بتقولين لنا وشو بتقولين للمشاهدين؟ مبادرة لا تشيلون هم هي مبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة. جميل. توفر الاحتياجات الأساسية لهم، حلو. الغذائية الأساسية لهم، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية زين. وجمعية الفجيرة الخيرية. ما شاء الله عليكم. زين. وحابة أضيف على كلام تفضل محمد، ضيف وخذ راحتك. هيام. احنا قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله الله يطول يحفظه. بعمره. نعم. كلمة لا تشلون هم. في البداية كان صعب علينا احنا الأطفال إن نعرف شو معنى كلمة لا تشلون هم. فكانت تبين إنها كلمة مطمئنة. فبعد ما بحثت وتعرفت على شو معنى هذه الكلمة، عرفت شو معناها، وبعدين سوينا حملة لا تشلون هم بالتعاون مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الخيرية وجمعية الفجيرة الاجتماعية وجمعية الفجيرة الخيرية. جميل جدا. زين محمد، خبرني، يعني انت من خور فكان ومشترك مع الجمعيه ما شاء الله هنا في الفجيره، كل يوم تروح وترد؟ كل يوم تسيب من الخور وتشارك معاهم في فعالياتهم؟ لا يعني احنا نقسم ايام محدده، بعدين احنا نروح نحط الصناديق، ويعني كل يوم في وقت وبعدين نرجع. انزين، بنرجع نسال هيام مره ثانيه. هيام، شو سبب مشاركتك في جمعيه الفجيره الثقافيه الاجتماعيه وفي مجلس الطفل بالتحديد؟ انا شاركت مع مجلس الطفل لان عندهم مشاركات فعاليات كثيره. هي فعاليات وايد. زين. اقدر انمي مواهبي اكثر معاهم. جميل جدا. ومحمد؟ لانها توفر بيئه يمكن للمشارك انه يشارك في الفعاليات والانشطه، وكذلك انها تنمي مواهبي وتنمي فيني العطاء والتسامح والانجاز والابداع. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم. طيب دوركم الحين، شو تقولون لاخوانكم وشو تشجعونهم اللي في عمركم واللي اصدقائكم واللي من اهلكم؟ شو بتقولون لهم وشو بتخبرونهم هني عبر شاشه تلفزيون الفجيره؟ انا اشجعهم انهم يشتركون في مجلس الطفل التابع لجمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه، لان تقدرون من خلاله تحضرون الورش والفعاليات والانشطه وراح تستمتعون معانا، وتقدرون تشتركون في مجلس الطفل عن طريق حضور الورش والمسابقات والفعاليات. جميل. وهيام؟ انا ادعو كل الاطفال انهم يشاركوا ويانا ويكونوا أعضاء ويانا في مجلس الطفل، عشان مثل ما قلنا ينمون مواهبهم وقدراتهم. جميل جدا. انزين، كلموني عن زملائكم المشاركين معاكم في حملة لا تشيلون هم. نبدأ عند محمد. طبعا في البداية احنا عندنا وايد مشاركين كم تقريبا؟ يعني أنا بعد ما عديتهم يعني تقريبا حوالي مع الأهل والأقارب والأصدقاء واللي من بقية الإمارات تقريبا حوالي 50 مشارك. ومن المشاركين أنا ومريم عبد الله النقبي عمرها 9 سنوات، وحليمة عبد الله النقبي عمرها 6 سنوات، واختي هيام وشوق عمرها 7 سنوات، و
نسيت الباقي؟ الله يعطيهم الصحة والعافية. يلا شوف هيام شو بتخبرنا بعد؟ احنا يعني اللي مشاركين اول شيء احنا فريقك اللي وياك ربعك منو؟ 6 مشاركين، انا واخواني واخواني محمد. يعني انت واخوانك ومحمد واخوانه وسويتوا هذا الفريق وانطلقتوا. انزين شو سويتوا في البداية؟ اول ما رحتوا خلاص يعني شو الفعالية اللي قمتوا بها ورحتوا لمنو وكم بيت اتجهتوا له وكم شخص رحتوا له؟ محمد. في البداية احنا فكرنا وقلنا ان احنا دولة خير واهل خير، فاكيد يعني راح يكون عندنا عدد كبير من المشاركين. ف سوينا مبادرة لا تشلون هم، واكيد قلنا اكيد الجمعية الخيرية ما بتقصر معانا وبتسهل الموضوع علينا، يعني لأن عندها البيانات عشان احنا نعرف نوزع الصناديق. جميل جدا. هيام. أول شيء ناخذ الصناديق، ركبنا الصناديق الفاضية وبعدين وديناهم للجمعية، واللي يبي يساهم في هالمبادرة واللي هي لا تشلون هم، مبادرة لا تشلون هم، يصير الجمعية ويسجل اسمه ويسجل كم صندوق هو يبه، وبعد ما يعبي الصناديق الأغراض اللي يحطونها يعني بالصناديق. إنزين ما نبى نقول الأغراض هي شو، لأن هذا فعل خير ما نبى نتكلم به، بس أنا نشرح للمشاهد. حطيتوا لهم الصناديق، بعدين ايش سويتوا؟ بعدين الناس اللي يبغوا ياخذوها يحطوا الأغراض وبعدين يرجعوا الجمعية مرة ثانية. وعاد الجمعية يتكفلون بالصناديق ويعطوهم للأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية. يعني مو أنتم اللي وزعتوا، أنتم رجعتوها مرة ثانية للجمعية والجمعية يعني هي اللي وزعت. إحنا الحين وزعنا 10 صناديق، وإحنا الحين وصلنا تقريباً ل 150 صندوق. ما شاء الله عليك. إحنا وزعنا 10 صناديق ويعني مع الاحترازات الوقائية. جميل جميل جدا. انزين الحين ابغى اسالكم، انتم يوم سويتوا هذه المبادره وهذا الفعل الجميل الممتع اللي انا يعني سعيد جدا فيكم انكم ياسين تتكلمون عنه، شو شعوركم؟ محمد في البدايه شو تشعر؟ في البدايه شو شعورك لما قمت وشاركت في المبادره واخذت الصناديق وصرت وديتها وحطيتها في الجمعيه مع اخوانك وزملائك؟ في البدايه بشعر بالفرحة لنفسي ولغيري، لأن أنا سويت عمل تطوعي، والعمل التطوعي هو من الأعمال الخيرية. فأنا فرحت لنفسي ولغيري، فرحت لغيري لأن أنا ساعدته، مديت له يد العون. ما شاء الله عليك يا محمد. هيام الشطورة شو بتقول لي؟ شعورك؟ كنت مستانسة لأن ساعدت الناس المحتاجة وساعدتهم، كنت وايد مستانسة يعني فرحانة. مبسوطة؟ يس. الله يعطيكم العافية. محمد أنا جالس أشوف الشعار، هذا هو شعار الحملة لا تشيلون هم اللي على التيشيرت حاطينه على القميص، هذا هو؟ إيه. وكنتوا تصميم الجمعية من عندكم ولا تصميم الجمعية الخيرية ولا مجلس الطفل؟ أنا اللي طلعت الاسم لهذه الحملة، وطبعا أختي هيام هي اللي سوت الشعار. ما شاء الله عليك يا هيام، انت اللي سويتي؟ وليش ما تقولي لي؟ الله يعطيكم العافيه. انزين عندي بعد سؤال، شو تشوفون اهميه مساعده الاسر المتعففه؟ شو بتقول لنا يا محمد؟ هل يلزم علينا هذا الامر؟ هل مطلوب منا ان نكون فعلا على الامارات مطالبين ان احنا نوقف هذه الوقفه مع الاسر المتعففه؟ أول شيء الأسر المتعففة يعيشون بيننا، لا يكفي دخلهم متطلبات الحياة، فإحنا واجب علينا أن يعني إحنا نمد لهم يد العون، نساعدهم. بيض الله وجهك. هي الأسر المتعففة يعيشون بيننا، لا يكفيهم دخلهم ومتطلبات الحياة. زين. فواجب علينا أن نساعدهم وندعمهم في كل شيء ونوفر لهم الاحتياجات اللي هم يحتاجونها. بيض الله وجهكم، أنا فرحان فيكم وايد، والله يعطيكم الصحة والعافية. أنتوا خير مثال اللي في عمركم والنشأ اللي معاكم وزملائكم، الله يوفقكم إن شاء الله بكل خطوة تخطونها.
محمد شكرا لك، وهيام المبدعة شكرا لك. الله يعطيكم الصحة والعافية.